بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال والجميع باحسن حال. ريناد اسمها ايه؟ ريتاش. ريتاش بتتفرج عجبك على ريتاش لتاني مرة. طيب ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجب. اهل علينا كده بالخير واليمن والبركات. يعني رغب هلا انا يتهلي علينا انت بالبطاطين دول. فاضيه، ما انا لسه هقولها. هو اه. اللي كده فاضيه، مش هخش عليكم كده فاضيه، هخش عليكم ببطاطين كلنا هم. لسه براد هدية مقبول. انا قلت مش هخش عليهم كده فاضيه يا اسماء. اه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ديت لرجب ودي شعبان، وفين بتاعه رمضان؟ بتاعه رمضان لسه هتكبر بقى. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وباحسن حال، وتعالى على الامه العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات يا رب اللهم هنعمل امين. بقى شويه محشي حلوين كده اولاد ناس، والمحشي ما يحلاش الا بايه؟ بالبط. قعدوا لي فراخ. انهي بط بقى يا حبايب قلبي، البط الابيض ولا البط دي؟ البط الابيض ولا البط الاصفر؟ ده بيور يا حبايبي. انا لسه قلت ايه، انا هجربه. دي كنت جايباه لما كان الحوار كنا جايبينه في شربين. كنا جايبينه من الشركه. فاكرين؟ بقاله ابو شهرين. اه بلاش، لا ده قرب على 3 شهور. 3 شهور. وانا ما تعرف اشمعنى البط دي لما بينكت في نفسه كده بينزل ريش. علشان هو بيستحمى كتير ونضيف. اه والله. اه. هو نضيف قوي يعني، نضيف جدا. ده دي لو جبت لكم واحده بقى من بتاع ده بتبرق كده. ده خالص ما شاء الله. فمران قالت لي تعالى بقى اما نعمل محمى. هاتها يا ران كده، هات واحده بيضه هنا كده ونعمل شويه محشي. هات يا سفيان، مسكه سفيان. دي بطه سودانيه يا حبايبي. السوداني والله ما يجي عليه. ما دي اللي دي اللي فضلت لي من التربيه. اللي هم بيقولوا عليه شرشيري او لا انت رحت بعيد يابا. لا بيقولوا عليها استنى الرجاله. هتدخل جوه. مش بتعمل. هاتها بشوف بتاعت الأمريكا ولا بتاعت ما اكسرها يا ابني الله يهديك. لا ده في فرق شاسع. شايفين؟ دي البطه السودا بقى بجد. لا اسمها دوم ضيفه بتستحمى. ده بصراحه كنا بمنا لهم جردل كبير في الميول بتاع الحمام كده. بقى لو ترعى بقى ما هو لا انا من غير ترعى. على فكره اللي يا اسماء والله دول اللي كانوا في التربيه بتاع البغاء. دي رايحين فين رايحين اجري 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 اجري. بقول لك لما الواحد تمشي تعمل كده تمشي زي البطه يا بطه بكين تمشي تعمل كده. يا حبايبي ربنا يسعد قلوبكم يا رب. ما تنسوش في اللايك والاشتراك. اسماء تلاقيه وري اللي هيذبح نفسه يذبح نفسه. امسك كده يا سفيان. لما تكون فراخ ذبحها سهل عن الباط. الفراخ تقوم رايحه مثلا عاملاها كده. تكون فراخ يا اسماء تقوم عاملاها كده وتقوم جايبه ايه رقبتها تحت رقبتك كده بس ماسكه جناحتها ورجليها. انما لما يكون بط طبعا مش عارف تتعمل كده لان البط جامد عن رقبته بتبقى جامده. بتبقى جامده عن الفراخ. تقوم رايحه ماسكه جناحتها. لو انت هتذبحي على نفسك يعني حاطه ديت كده تحت رجليكي. ديت نفسك تستني بس يا وليه. بتجري. وتقوم رايحه ماسكاها على طول ايدك وشد قوي. تقوم ذبحها بايدك الثانيه. طبعا الذبح ممنوع على القناه، بس لو انت بتذبحي لوحدك تذبحي كده. الرجلين في ناحيه والجناحه في ناحيه. وتقوم ماسكاها بايدك بقى شدها رقبتها على طول ايدك عشان ما تعرفيش الطرق. واهم حاجه تكون محميه السكين. لازم انت تحميها السكين كده وتقومي مسميه بسم الله وتقومي ذبح. طبعا بقى في ناس بتبقى تقول اختراعات كده اللهم صبرك على مبالاك ومش عارفه ايه. هو ربنا سبحانه وتعالى مسخرها لكده. هو ربنا مسخرها لنا لكده. طبعا ايه شويه شوربه بقى وشوف محشي في الجو الساقع ده يظبطوا النافوخ كده ويظبطوا الدماغ. ما تنسوش في اللايك يا حبايبي والاشتراك. هنذبحهم بقى اذبحهم واوريهم لكم. هنذبحهم بقى وننضفهم ونوريهم لكم. طبعا احنا عندنا مريان على السطح الجميل بتاعها اهو. بس ريفنا لما جت لها يا جايه متاخر شايفين بقى خلاص. مش بقى
يلا حبايبي، ربنا يسعد قلوبكم من ما تكونوا، يا رب. ما نحرمش منكم حبايبي، والقناه منوره بكم، والله منوره بكم. ولو انتوا لسه ما جبتوش بط رمضان، البط البيور ده يا حبايب قلبي دي بيجي على لو طول. انت ما جبتوش لرمضان بيقعد شهرين عاملين معامله الفراخ البيضاء. ما شايفين يعني دي بقى لها شهرين بتاكليه علف زي ما تكوني بتاكلي فراخ البيضاء، وان كان هو اسهل من تربيه الفراخ البيضاء في من احنا فراخ. الفراخ البيضاء عايزه كهرباء من نار. لا هو ما دول ما بيتحضنوش ولا حاجه. لا هو هتحضنهم اول اسبوع، ما انتوا بتجيبوا عمره اسبوع متحضنين. لو انت جايبهم من البيضاء حطهم لنضف اسبوع في اللنضه. هي مش عاجبها الكلام باين. يلا هنذبحهم بقى وننضفهم ونرجع معاكم تاني. حبايب قلبي وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير كده، اللهم امين ويسعدكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك الفيديو بتاع النهارده. وهنا بقى بعد ما نضفنا البطاطين بتوعنا الحلوين دول، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. بحب احطهم بقى في الفريزر كده يوم واتنين قبل ما اطبخهم، بحيث ان لحمتهم يا حبايب قلبي ما تبقاش شديده معايا، لان لما بتطبخي الطيره اول يوم ما تكوني ذبحاها او في وقت ما تكوني ذبحاها بتبقى شديده معاكي، مهما تستوي تحس ان هي فيها حته شديده كده. دي علشان خاطر اللحوم لما او الفراخ او البط او كده لما تحطيها يوم في التلاجة معاكي او في الفريزر، لحمتها بتبقى حنينه معاكي شويه، ما بتبقاش شاده كده زي اول يوم. حبايب قلبي اللي بيطبخوا الحاجه في يومها اي نعم بتبقى طازه وزي الفل، بس مش هتيجي من يوم لما تحطها معاكي في الفريزر هيبقى طعمها حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطوا لايك للفيديو حبايب قلبي، يعني ايه لو شايفين انتوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتنا، وان شاء الله فيديوهاتنا كلها حماس وتشجيع. يا رب دايما كده نكون عند حسن ظنكم، ويا رب يسعدكم اللهم امين. هتعملي بقى غدا النهارده؟ انت قلت البطه هتحطه في الفريزر، امين. حطيت البطه بقى في الفريزر، امي خدت البطه بتاعتها وانا خدت البطه بتاعتي، وايه وكل واحد كده حر في بطته. هتعملي غدا ايه بقى النهارده؟ هنعمل غدا فول اخضر معانا، وكنت شايله حتتين بانيه من فاكرين البانيه المشوي اللي كنا عاملينه مع بعض، وكنت شايله حتتين كده، قلت ايه في يوم هيبقى في زنقه كده محتارين نطبخ ايه، هعمله جنب حاجه كده. طبعا هو مش كتير، هعمله جنب حاجه كده ويبقى زي الفل. طبعا الصدور دي من اللي كنا عاملينها مع بعض في التربيه بتاعه الفراخ، الفراختين اللي فضلوا لكل واحده فينا، وكانوا ما شاء الله اللهم بارك كان فيهم بركه، وكان لهم طعم تاني طبعا. المهم فصصت بقى الفول الاخضر كده، وعايزه اقول لكم ان الفول الاخضر والبسله لما بيكونوا في اول مطلوع بيبقوا حلوين قوي قوي، وطعمهم مسكر وما يبقوش لسه نشفوا معانا او ما بقوش حلوين. يعني اي حاجه في الحاجات دي في مطلوعه بتبقى حلوه قوي، ولو هنخزن يبقى يفضل ان احنا نخزن في الحاجه اول ما تكون طالعه كده، بتبقى سعرها غاليه اسماء بتبقى غاليه، بس بتبقى حلوه ومسكره. المهم فصصنا بقى الفول بتاعنا، ورحت حطيته بقى في مصفى كده، وسبت اشوف ايه اعمل البانيه بتاعي علشان خاطر عايزه احطه في التلاجة شويه قبل ما اقليه. المهم كنت عامله له بقى التتبيله اللي هي التتبيله بتاعه الشوي اللي كنا عاملينها مع بعض، رجعوا الفيديو هتعجبكم قوي قوي. والبانيه المشوي غير البانيه اللي هو بالبقسماط، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طبعا المشوي ده بيبقى الناس اللي هي عايز تاكل اكل خفيف ومش فيه زيوت، انما البنات بقى انتوا عارفين ان الولد بتحب البنات بطريقه رهيبه، فطبعا بنحاول على قد ما نقدر نلبي رغبات ولادنا. جبت الفيجيتار بتاعي اللي انا بجيبه على طول من عند العطار اللي انتوا عارفين بقى انا بجيب منه، ما شاء الله بيبقى متبل وبيبقى حلو قوي قوي، وهو بيبقى ناعم كده شويه يا ولاد، في منه بارد وفي منه سبايسي. طبعا انا ببقى اجيب خليط زي ما قلت لكم من ده على ده، السبايسي بس يدي سنه حراره كده بسيطه، والبارد بقى علشان خاطر ما تبقاش الحاجه حراقه على الولاد وكده. بقوم حاطه بقى في الفيجيتار كده زي ما انتم شايفين، وعلشان التتبيله اللي كنت متبلاها مفيش فيها بيض، ضربت له بيضايه كده على السريع علشان خاطر البيض يا حبايب قلبي هو اللي بيمسك الفيجيتار معانا، مش التتبيله، هو اللي بخلي حته البانيه معاكي منفوشه كده وحلو. فرحت ضربالهم بضايه كده برشه صغيره من الفلفل الاسود، وبعد كده حطيتهم فيها قلبتها، وهعملهم بقى في الفيجيتار كده زي ما انتم شايفين، عشان عايزه احطهم زي ما بقول لكم شويه كده في التلاجة يتماسكوا كده معانا. وانا بقى بعمل حته البانيه في الفيجيتار بتك عليها كده شويه ببططها، بحيث ان هي بتبقى في حتت صغيره معاكي كده، ساعه ما تبططيها وتفردها معاكي في الفيجيتار بتلاقيها كبرت كده وبقت حلوه، او فردت شويه. وانت بتعملي البانيه بتاعك يبقى بطاطيه كده زي ما انت شايفه، ويبقى حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان البانيه اللي انتوا بتعملوه على ايديكم ده احسن من بانيه الشركات مليون مره، لان بانيه الشركات دي بيبقى عجينه حبايب قلبي مفروم، ما تعرفوش بقى هو طبعا هو بيبقى فيه فاعملوا البانيه في البيت على ايديكم يا ولاد، ما تستسروش وان انتوا تجيبوا حاجه كده من بره. صحه ولادكم وسلامه صحتكم بالدنيا بجد والله. الاستسهال والحاجه الاستعجاله والكلام ده كله ده ما بوفرش، ما بالكم بيهلك في الفلوس وبيهلك كمان في الصحه، ومبقاش مفيد جدا ولا في ريحه الفايده. الاسم انت هتعملي غدا هوب في ثانيه تطلعي حتتين البنات تقليهم في ثانيه ويبقى كده الغدا بتاعك جاهز، وانت شايفه ان انت كده بطله يعني، لا.
اعملي كل حاجه لولادك في البيت. اي نعم الحاجه بتتكلف على ما بتتعمل، والواحد برضو موجود وكده، ويقول لك شيرة العبد ولا تربيته. لا، ان انت تعملي حاجه في البيت وان انت ضمناها لولادك، جودتها ونظافتها، وان هم يستفادوا منها، احسن مليون مره ما تشتروا الحاجه جاهزه. انا الحمد لله بفضل الله لما بكون عندي فراخ انا ما بعملش صدور خالص خالص في شرب، او بعملها مشاوي او كده. انا ببقى شايلها للبنات، هعمل حتتين كفته، سواء مشويه او بصلصه، اعمل صينيه مكرونه كده، اشكل بحيث ان الولاد ما يزهقوش مني، وبرضو نعمل لهم حاجات من اللي هي طالعه موضه اليومين دول. المهم كنت ناقعه بقى حبه جزر كده كان عندي، قلت عشان اعملهم شويه مخلل معاكم، ومليت حله كده فيها شويه ميه علشان خاطر احطهم على النار، عشان عايزاهم يكونوا مغليين معايا. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بس هنحط شويه الميه والجزر بتاع النقعه وغسلاه كويس قوي، هصفيه، وهحط حله كمان على النار علشان خاطر اعمل البصله بتاعه الفول معانا. يا سلام يا سلام بقى الفول ده مع شويه رز كده، وبيبقى كشري وعود شبت على كزبره كده، وتكون بقى محمره البصلايه، يا لهو حبه بطاطس ولا بتنجم منه بيبقى عسل. انا عامه بفضله كشري، كشري فول على ما يكون بتقليد او بدمع. عامه هو كده او كده حلوين، نعمه وفضل من عند ربنا يعني. بس هو فين الواحد بفضل حاجه عن حاجه يعني. لو وصلتوا بقى لحد هنا وما حطيتوش اللايك للفيديو حطوه، علشان يعني قلبي بينشرح جدا 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 للتصوير، وحقيقي الواحد نفسه تتفتح ان هو يوم عن يوم يستمر معاكم ويقدم لكم حاجه جديده. كنت حاطه بقى الحله بتاع الميه تسخن على النار، وحاطه الحله التانية فيها حبه من الزيت علشان خاطر احط بقى بصله محترمه كده، علشان خاطر انا عايزاها لونها ذهبي كده معانا للفول بتاعنا. لو انت بقى عندك فصين توم ممكن تضيفيهم معاكم، بيدوكي ريحه حلوه قوي قوي للفول، وبيبقى طعمه جميل جدا. انا كنت عصره الطماطم علشان خاطر عامله حسابي ان لو الكهرباء قطعت ولا كده يبقى الطماطم بتاعتي جاهزه. بس الحمد لله بفضل الله اليومين دول الكهرباء ما بتقطعش، وما فيش عطله خالص الفتره اللي احنا فيها دي. يا رب يا رب كده يجعل بلاد المسلمين كلها امن وامان، اللهم امين. ويرخوا قوت المسلمين من كافه كل شيء، من كافه مشتريات، من كافه كهرباء وميه، من كافه تيسير في الحياه. بندعم من ربنا، ربنا يكرمنا كده كلنا يا رب. بعد ما فصصت بقى الفول معانا، رجعت بقى تاني هشيل بقى القشر بتاعه كده يلمه. لو جنبك بقى حبيبة قلبي حد مربي مواشي ولا كده، يبقى اديله القشر ده، ما تبقيش ترميه في الزبالة معاكي. اهو منك الواحد بيحاول يتصدق بأي حاجة على قد ما يقدر يعني. هتدي قشر الفول صدقة، هدي قشر الفول صدقة، وهتبقى الواحد ما يرميش حاجة في الزبالة ادام لها اي فايدة. فلميتهم بقى كده في كيس وربطتهم ومش هرميهم، هديهم لأي حد جنبي عنده مواشي او كده. المهم غسلت بقى الصينيه بعد ما فصصت عليها الفول، وانا بحب افصص بقى كده على صينيه، بحيث ان الواحد تبقى الحاجه مفروضه قدامه كده وبيخلص بسرعه واللي كده بيحطه على جنب اللي قشره يعني، والقرون لسه يعني اللي فيها لسه كده قدامك. الدنيا ما بتخشش على بعضها، وتبقى كل حاجه معاكي سهله. المهم يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت بقى الفول وغسلته كويس قوي، بغسله علشان خاطر لو في بقى اي حاجه طارت مني كده وانا بعمله وايدي كانتش نضيفه اي حاجه، نشطف الفول معانا ويبقى حلو كده وزي الفل. الجزر بقى والمخلل بتاعنا هتعمليه ازاي النهارده. ما تنسوش ان احنا حاطين البصل على النار، لما اديه على النار عايزه لونها مصفر معايا كده وحلو، وبرده في نفس الوقت انا مش مستعجله، انا بعمل الاكل بتاعي يعني كده وانا بهدوء كده وريلاكس، ومش لازم نجري يعني في كل حاجه في حياتي. غسلت الفول وركنته على جنبه، البصله بتصفر معايا، وانا بقى شغاله برضو في حاجه تانية اللي هو هعمل المخلل معاكم. كان عندي حبه جزر كده في التلاجة، قلت هقطعهم واعملهم مخلل. الواحد بيبعت لي الولا يجي يشتري ب2 جنيه مخلل، حابه بين ايديكي كده اهو. في حد لسه بيشتري ب2 جنيه، وانا بشتري ب2 جنيه ما بكترش، لان المخلل لما بشتريه بالزياده عندي بالذات الجاهز بتلاقيه برايم معاك وطعمه مغير وما بقاش حلو، فبجيب بقى وقت محتاج كده. فقلت هعمل شويه مخلل بقى معانا. وعايزه اقول لكم انا كنت افشل واحده تعمل مخلل، ما كنتش بحب خالص، عماله اقول مش هيبقى حلو معايا. بس الواحد لما اتبع العمايل وجدد يوم يوم مره عن مره في الحاجه اللي هو بيعملها، ظبط والدنيا معانا بقت زي الفل. حاطين حلنا على النار تغلي معانا، هعمله بميه مغليه. كملي بس الفيديو معانا وهتشوفوها هيعجبك جدا. وانا بقطع في الجزر خلاص البصله بتاعتي احمرت ولونها شايفين اللهم بارك زي القمر والله بجد، لونها مصفر كده وبتديكي طعم حلو قوي 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 معاكي في الفول. حطينا الفول بقى بعد ما غسلته، هديله تشويحه مع البصل كده،
ويا سلام بقى لو حطيت البهارات في التوقيت ده بيديكي ريحه حلوه قوي قوي. البهارات اللي هنحطها للفول رشه من الكمون، رشه من الكزبره، والكزبره بتخلي معاكي ريحته رهيبه، رشه صغيره من الفلفل الاسود، وحبه من الملح. زي ما قلت لكم هو عندكم توم فت نص معلقه هيخليه معاكم طعمه كفايه. هسيبه بس ياخد تشويحه كده معانا مع البصل شويه، على ما اقطع بقى بقيه الحاجات بتاعه المخلل. هتحط بقى في المخلل بتاعك جزر، هتحط خيار، هتحط شطه، هتحط قرنبيط، القرنبيط موجود اليومين دول، هتحط خيار الموجود عندك. انا حطيت جزر وحطيت فلفل وحطيت خيار. تمام. القطعه دي بتبقى حلوه قوي قوي في المخلل، بتديه شكل حلو قوي، وتحسي ان انت مكلفه الحاجه كده. والله بجد بيديله شكل زجزاج كده، بيبقى حلو قوي وحاميه في نفس الوقت عن السكينه العاديه. الواحد كان في ثانيه بيعمل بيها. انا كنت جايباها ب5 جنيه، كان عليها عرض من اول ما فتحت القناه. اول ما فتحت القناه كنت جايبه شويه حاجات كده، كان معديه على معرض يعني، وكان عامل عرض، وجبت حبه حاجات رفيعه صغننه كده، وكنت جايباها يومها ب5 جنيه. جميله والله بجد. لو بتعملوا معجنات برضو وعايزاها يبقى شكلها حلو كده، ممكن تقطعها بالسكينه دي وتبقى حلوه معاكي. قطعت بقى الخيار وقطعت الجزر وقطعت الفلفل وحطهم كده على بعض، وحطيت بقى الميه بتغلي على النار، هديلهم بس تقليبه كده كلهم في بعض كده. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. ما ننساش ان احنا حاطين الفول على النار بياخد تشويحه معانا. وانا كنت عصرة طماطم ومصفيها وحطها على جنب برضو. جبت بقى الهون بتاعي وهحط فيه حبه كده من التوم. والتوم ده يا حبايب قلبي بقشره، هتحط بقشره هحط بقشره. القشر هيديله ريحه حلوه قوي قوي. وانتوا عارفين بقى ان خلاص التوم بيودع، كل سنه وانتوا طيبين، فعايزاه يبقى ريحته كده حلوه بزياده. حطيت قرن كده من الفلفل الاحمر. احط تاني، احط حبه من الملح وهدقه كده معانا يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم ان الخلطتين بتدي للمخلل بتاعك ريحه حلوه او ونفس جميل جدا جدا. وهحط دلوقتي برضو معانا حبه كزبره كده صحيحه. يا خراشي يا خراشي بقى. لو انت متوفر عندك كزبره خضراء ممكن تحطها، انا ما كانش عندي فحطيت كزبره ناشفه. هديلهم بقى كده فرمه كده زي ما انتم شايفين. وممكن بقى لو عندك كبه ولا حاجه تحطهم مع بعض في الخلاط، مفيش مشكله. والميه بتاعتنا هتكون برضو غلت. هبص على الفول بس واحط بقيه الطماطم بتاعته واديله كده تقليبه على نص معلقه كده من السكر، علشان خاطر حطينا بقى الطماطم بقى والحموضه معانا. وهغطيها على النار وهسيب. هاخد بقى الميه بتاعتي خلاص غلت اهي. هاخد احط فيها بقى الخلطه بتاعتنا اللي هي التوم بالقشر بتاعه بالفلفل، علشان خاطر نعمل بقى الخلطه بتاعت المخلل معانا. جبت بقى الحله الكبيره الستانلس اللي انتوا شايفينها ده، ايا كان بقى حله ستانلس عندك بلاستيكيه وهتغطيها مفيش مشكله، بس انا حبيت تكون ستانلس عشان خاطر بغطاها وتبقى حلوه معايا كده وتكمر كده بقى المخلل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى الخلطه بتاعتنا اللي هي التوم على الملح على الفلفل الاحمر، واحط حبه من الكزبره. قلت لك لو عندك خضره حطها هتديك ريحه حلوه قوي قوي في المخلل معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزه اقول لكم ان هو المخلل لما بيكون موجود في البيت، الواحد لو هيعمل شويه رز وحبه بطاطس وجنبه حته مخلل هياكل وهيبقى زي الفل. بتحط لتر الميه يا اسماء، بحط له معلقتين 2 من الملح عشان تظبط الملح بتاعك. في ناس بتظبط الملح بتاع المخلل ده حبايب قلبي بالبيضه. البيضه اما تكون صابحه كده وتحطيها وتطوف على الوش، يبقى كده المخلل بتاعك الملح بتاعه مظبوط. لو سقطت لتحت يبقى المخلل بتاعك الملح بتاعه زي. هنحط بقى الملح بتاعنا زي ما قلت لكم للريتل عليه معلقتين. لا حابب يعملوا بالبيضه مفيش مشكله، زي ما قلت لكم البيضه لو علت يبقى مظبوط، لو طفت يبقى زياده. وممكن ما تعملش بيضه ولا اي حاجه، محدش لاقي البيض يعني يا اولاد الايام دي. للريتل معلقتين 2 من الملح. انا بعمل بالملح اللي هو الخشن، بيبقى جميل قوي. وزي ما قلت لكم هو افيد من الناعم مليون مره، وبيبقى حلو معانا في المخللات. وقمت حاطه الكزبره الناشفه صحيحه زي ما هي، واديت لهم بقى كده تقليبه. وحطيت ملح، حطيت الملح وحطيت معلقه سكر عشان يدينا قرمشه حلوه كده ما يدوبش معانا المخلل بتاعنا، ومعلقه كده من الخل. وقمت مقلبهم في بعض وحطهم في الحله كده على الجزر وعلى الخيار وعلى الفلفل، واديتهم تقليبه وقمت مغطيه عليهم. ما حطيتوش على طول في الجردل معانا ليه؟ عشان الميه بتاعتنا مغليه وسخنه، ما تتفاعلش مع البلاستيك معانا ولا قدر الله بقى تجيب امراض وحشه. فانا حطيتهم في الاستانلس على ما الدنيا تهدى كده شويه في الحراره بتاعه الميه. وبعد كده هنقلهم وهوريكم دلوقتي انا هنقلهم وهحطهم في المهم نقلت الفول بقى على عين الهاديه كده. والبانيه بتاعنا معانا في الفريزر يتشمع شويه. وعملت رز حبايه، لا رز بشعريه مش رز حبايه وحبايه.
وحطيت بقى نص معلقه من المرقه الفوريه في الفول بتاعنا، هيديلها طعم حلو كده. ما شاء الله بيبقى حلو قوي. وحطيت الكزبره معانا وحطيت الكمون وبهرته كويس، وحطيت الملح، وما شاء الله اللهم بارك بيبقى طعمه حلو قوي قوي بجد. اوعوا تعملوه بقى زي ما انا عملت السكريه كده، خدتها قمت حاطه السكر من السكريه على طول مش بالمعلقه، قام رايح حاطط حبه شويه سكر محترمين. وانا عنده جوزي لما بلاقي الحاجه مسكره شويه خراش على اللي بيعمله. ما اعرفش الحمد لله ما بانتش يومها، بس لما تيجوا تحطوا حاجه زي دي بهارات ملح حاجه، حبايب قلبي حطوا بالمعلقه والله، لان اوقات الحاجه بتدفق كده غصب عننا وبينزل كتير زياده عن اللزوم، وما بنعرفش ساعتها هنعالجه ازاي يعني. فالحمد لله ان هي جت في السكر، ما كانش ملح ما كانش بهارات زياده. حطيت بقى الطاسه على النار وحمرت بقى البانيه بتاعي، ومفيش بياخد ثواني وبيكون محمر معانا. ما شاء الله اللهم بارك. الفيجيتار بتاعنا لونه حلو قوي قوي. هو العامل الاساسي في البانيه كمان ان الفيجيتار معاكي يكون نوعيته نضيفه. اوعوا تجيبوا البقسماط السائب اللي بيجي من عند العطار، وخصوصا لما يكونوا في قريه زينا كده، بتبقى الحاجه والله بايظه يا ولاد، وما بتبقاش حلوه خالص خالص. انا جبته وندمت ان انا جبته يعني. المهم الفول خلص والرز خلص والبانيه خلص، بس قلت بقى ايه هنختم معاكم الفيديو بتاع النهارده. المخلل ما شاء الله اللهم بارك، طعمه زي العسل والله العظيم زي العسل. جربوه هيعجبكم جدا. الكزبره حلوه قوي قوي، وان انتوا تحطوا فيه توم بقشره تحفه 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 يعني. وقرن الفلفل الاحمر كده بيبقى حلو معانا. بعد ما هدا بقى في الحله وكنت مغطيه عليه، نقلته بقى كده في العلبه اللي هي بتاع المخلل ديت، وقفلت عليه كويس. ولما تيجي تاخدي منه ما تبقيش حبيبه قلبي تمدي ايدك فيها حاجه كده بحاجه نظيفه، علشان ما يريمش معاكي ويبهدل معاكي. غرفت بقى الاكل بتاعنا، الفول ما شاء الله اللهم بارك ريحته حلوه وطعمه جميل جدا. والرز على شعريه كده زي ما انتم شايفين، والبناه بتاعنا حتتين البناه، ونحط حته مخلل والف هنا وشفا والحمد لله. ربنا يا رب يديم علينا نعم اللهم امين، ويحفظها من الزوال، ويجعل كده بيوتكم عمرنا بالخير وكل حاجة حلوة. وربنا يا رب يبعد عنكم الشر، وتشوفوا كل حاجة حلوة كده في حبايبكم، ويهديلكم أولادكم وأولاد المسلمين أجمعين يا رب اللهم آمين. يا رب دايما عند حسن ظنكم وبحبكم، وربنا يا رب يسعدكم ويخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا، ويخلينا أنا كمان ليكم. ويا رب دايما عند حسن ظنكم يا حبايب قلبي، وبجد بجد ما تحرمش من تشجيعكم دايم لينا وكلامكم الحلو اللي بيفرحنا جدا. المخلل ده كنت جايباه جاهز، ما كانش المخلل ده لسه ما كانش اتخلل يعني. فحطيت حبه كده من الزيتون، عملنا الزيتون السنه، بس ان شاء الله رمضان هيعدي وايامنا كلها تعدي. واشوفكم على خير واسيبكم على خير، واقول لكم في رعايه